عنصر واحد وهو العربي الإسلامي. يعني في آخر تصريح يعني حديث جدا لمستشار رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بن خادم صرح يعني بصريح العبارة المشكل في مزار هو مشكل هوية، لا يجب أن نقول أمازيغ وعرب، هناك هوية وطنية واحدة وهي الهوية العربية الإسلامية. يعني غريب جدا 2014 في القرن 21 مع عصر العولمة مع عصر التطور ما زال هناك حكام في هذا العصر يعني يتحدثوا عن لغة ربما ما نسمعش حتى في كوريا الشمالية أو في كوبا أو في زيمبابوي. يعني هذا يدل على الحقد الكبير و على الخصوصية الأمازيغية لسكان شمال إفريقيا. يعني شيء غريب جدا، حرب شرسة يعني. وماذا يجري في منطقة مزار الغرداية حاليا هو ليست حرب طائفية، ليست نزاع بين فقراء أو أغنياء، ليس هناك أي شيء، ما عدا هو مواصلة للحرب على كل ما هو أمازيغي في الجزائر. يعني مثلا نأخذ مثال غرداية، منطقة مزار لم تبدأ الأحداث في 2013 أو 2014. 2013-2014 يوجد الإعلام، الفيسبوك، الانترنت، الفضائيات التي فضحت النظام الجزائري. ولكن يعني هذه الحرب بدأت، أتحدث يعني عن منطقة مزار حيث ولدت وأعيش وأعرفها جيدا. منذ الاستقلال الدولة الجزائرية الحديثة بدأت بمصادرة استيلاء على الأراضي التابعة للمزاريين، سواء كانت أراضي خواص، أراضي تابعة للوقف، أو أراضي القبائل العشائرية. يعني مرحلة أولى استولت على الأراضي المزاريين، مرحلة ثانية استخدمت يعني الكثير من ناطقين بالعربية من مناطق مختلفة من الجزائر وأسكنتهم في منطقة مزار لتعديل يعني لقلب الميزان الديموغرافي، كما حدث في الاتحاد السوفيتي، كما يحدث في الصين مع قضية تيبت. يعني هي تصرفات من أنظمة ديكتاتورية معروفة يعني. وبعد ذلك يعني السلطة الجزائرية استولت على جميع ما يسمى بالجمعيات التقليدية المزارية، وهي جمعيات متواجدة في كل مناطق الأمازيغية. في منطقة القبائل تسمى تجمع، أظن موجودة في المغرب يعني مقابلها، يعني حيث صارت تسير بطريقة غير مباشر هذه الجمعيات. وبعد ذلك يعني عندما تواجد الناطقين بالعربية بقوة في منطقة مزار، بدأت يعني هذه الأحداث من سنة 1975. يعني منذ 1975 ومنطقة مزار تشهد يعني بطرق دورية اعتداءات، هجومات، سرقة، حرق منازل، حرق مصانع، حرق مساكن مزاريين، قتل، جرحى، يعني مسلسل متواصل ليقبل المزاريين بما صرحه وبما ينظمه النظام الجزائري من منذ 62، وهو أن يكون في الجزائر قالب واحد وهو عربي إسلامي. يعني عنصرية سابقة 75 من 75 وحاليا في كل عامين 3-4 سنوات اعتداءات منظمة من النظام الجزائري يقومون به الناطقون بالعربية المستخدمين إلى منطقة غرداية تحت غطاء الأجهزة الأمنية الجزائرية وبضمان اللاعقاب التام. يعني ربما الجميع الذي يتصفح فيسبوك أو في الانترنت شاهد يعني رجال شرطة، رجال درك، وهم يعني يدافعون عن ناس تحرق منازل، ناس تنبش قبور. يعني غريب جدا يعني لمحاربة الهوية المزارية. ماذا يفعل هؤلاء الناطقين بالعربية؟ يخربون الآثار الأمازيغية في غرداية، يخربون المقابر، يخربون أضرحة يعني مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وبدون عقاب وبوجود الشرطة التي تحمي المخربين. يعني هناك في شرائط فيديو، صور في يعني موجودة في الانترنت، موزعة في الانترنت بشكل قوي جدا، يعني توضح هذه الصورة. يعني وهذا مرة أخرى نود أن نصحح ما يحدث في غرداية ليس صراع طائفي
بمعنى صراع طائفي كما نشاهده في الشرق العربي، وهو اختصاص يعني اختصاصهم. ولكن ما يوجد في غردايا حاليا هو حرب من النظام الجزائري ضد كل ما يرمز للأمازيغية. يعني عيب إلى حد اليوم في الجزائر الأمازيغية ليست لغة رسمية، ليس عندما يصرح النظام الجزائري بصعوبة بعد الربيع الأمازيغي والربيع الأسود بأن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية، ليست لها أي معنى أو ما يترتب عليه على الواقع. أظن أن يعني السؤال لماذا في منطقة مزار، أظن أن النظام الجزائري يعني درس تركيب الأمازيغية لأمازيغ الجزائر. منطقة مزار هي موجودة على بعد حوالي 600 كيلومتر من الجزائر العاصمة. ربما لاحظ أنها هي الحلقة الأضعف في الأمازيغ. عدد سكان المزاريين تقريبا 300 ألف ساكن، يعني عدد قليل جدا بالنسبة لعدد سكان الجزائر الذي يتجاوز 40 مليون. وبما أن يعني النظام عمل منذ 62 إلى يومنا هذا باستخدام الناطق بالعربية إلى هذه المنطقة، يعني وفي نفس الوقت استعمال هذا العنف يعني الغير مبرر لكي يقبل الأمازيغ في مزار بهذا القدر المحتوم، وهو التحول إلى اللغة العربية كما يريد النظام الجزائري.